بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل كيكة ممكن تتخيليها وأسرع كيكة، والطعم بصراحة خيال. لو أول مرة تعملي كيكة جربي الطريقة دي، سهلة جدا جدا وإن شاء الله تعجبكم. نشوف المقادير مع بعض. أنا اشتريت العبوة الكيك دي من السوبر ماركت وقلت نعملها مع بعض نشوف مقاديرها ايه. ده 4 مكعبات زبدة، 3 بيضة بحرارة الغرفة، نص كوباية لبن أو حليب. دي محتويات العبوة من جوه، ده الدقيق اللي كان في قلب العبوة دي. نحط المقادير مع بعض في المضرب ونشوف هنعمله ازاي. هنجهز المضرب بتاعنا، نفرغ محتويات العبوة دي في قلب العجان بتاعنا عشان نضربه كويس. بالطريقة دي. معانا 4 مكعبات زبدة بحرارة الغرفة، 3 بيضات بحرارة الغرفة، ومعانا نص كوباية حليب أو لبن. هنروح نضرب الخليط ده مع بعض بالمضرب بتاعنا. نضرب الخليط مع بعض بالطريقة دي كده، نضربه كويس. طبعا احنا ولعنا الفرن بتاعنا عشان الكيكة بتاعتنا لازم تدخل على فرن ساخن. القالب اللي هنحط فيه الكيكة بتاعتنا، على ما نجهز الكيكة بتاعتنا بيكون الفرن سخن. ونشوف الطريقة مع بعض. طبعا احنا قبل ما بنبدأ في المقادير دي، قبل ما نبدأ نعمل حاجة بنولع الفرن بتاعنا عشان الكيكة بتاعتنا تدخل على فرن ساخن. هنجيب القالب بتاعنا وندهنه كويس بالزبدة. هندهنه كويس، هنغلفه كويس بالزبدة. هي ما بتاخدش وقت خالص، اسهل واسرع كيكة ممكن تتخيليها. والمضرب بتاعنا شغال بجد بجد، لازم الخليط كله يتمازج مع بعضه بالشكل ده. بنضربها كويس كده بالطريقة دي كده. وبعدين جهزنا طبعا مجهزين القالب بتاعنا مدهون بالزبدة، نحط فيه الخليط بالشكل ده بالطريقة دي كده. هنحط الخليط بتاعنا، هنضيف الخليط بتاعنا في القالب. ايوه بالطريقة دي. وفرننا سخن، فرننا طبعا وندخل الكيكة بتاعتنا ونشوفها ونشوفها بعد ما تخرج ان شاء الله. طلعت الكيكة بتاعتنا بالطريقة الحلوة دي وبالشكل الجميل ده، خفيفة جدا وهشة. قطعيها طبعا حسب الرغبة. طالعة تحفة بجد، ان شاء الله هتعجبكم. طبعا لو اول مرة تعملي الكيكة جربي الطريقة دي، جميلة وخفة وهشة جدا، سهلة جميلة جدا، مخدش 10 دقايق. لو اول مرة تشوفوني، انا قناتي اسمها بسم الله معانا، وبسم الله معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.